Assalomu alaykum va rahmatullohi jamoatul xayr. Bu videoda ko'pchilikni qiynaydigan muhaddasa qismini sun'iy intellektdan foydalangan holda qanaqa qilib rivojlantirish mumkinligi haqida gaplashamiz. Agar meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, meni ismim Muhiddin Shoshiy. 2 darajali arab tili eksperti, sinxron tarjimon va poliglotman. Oxirgi 6 yilni arab tili sohasida o'tkazdim. Taxminan har ikkinchi arab tilini o'rganayotgan inson bu muammodan aziyat chekadi. Ya'ni muhaddasasi rivojlanmaganligidan. Qancha yil o'qiganligiga qaramasdan, qancha lug'at boyligi borligiga qaramasdan, lekin muhaddasasi, ya'ni so'zlashuvi unaqa kuchli bo'lmaydi va nimadir aytmoqchi bo'lganda, nimadir gapirmoqchi bo'lganda bu ishni qila olmaydi yoki qiynaladi yoki oldiniga o'zbek tilida fikrlab turib, keyin uni miyasida tarjima qilib arab tiliga keyin gapiradi va bu juda ham uzoq vaqt oladi va sizni eshitayotgan odam zerikib qoladi yoki kutib qoladi. Va bu muammoni yechimi, ya'ni bu videoda beradigan yechimim bu sun'iy intellektdan foydalanib turib muhaddasa mahoratini rivojlantirish bo'ladi. Kunlik 10 daqiqa, 15 daqiqa ajratib turib, sun'iy intellekt bilan gaplashib, o'zingizni gapirish mahoratingizni rivojlantira olishingiz mumkin. Va lekin buni o'ziga xos jihatlari bor va hozir sizlarga bu jihatlarini ko'rsatib, hammasini tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib ChatGPT ga kirib olamiz. O'sha sun'iy intellekt ChatGPT bo'lishi mumkin yoki boshqa Grok bo'lishi mumkin. Umuman olganda sizni telefoningizga mos bo'lgan sun'iy intellektni ochamiz va unda so'zlashuv qismiga o'tamiz, ya'ni audio so'zlashuv qismiga o'tamiz. Gapirishdan oldin unga shu gaplarni aytamiz, ya'ni hozirgi gaplarni prompt deyiladi bu narsa. Shuni aytamiz va keyin gaplashishni boshlaymiz. Hozirgi aytadigan gapimni videoni tagida qoldiraman. Uni o'qib bersanglar ham bo'ladi yoki shundoq ko'chirib turib ChatGPT ga yoki boshqa sun'iy intellektga kiritsanglar bo'ladi. تحدث معي باللغة العربية الفصحى، لا تستخدم اللهجة، وأحيانا سأسألك بعض الأسئلة وأجبها لي بالأوزبكية أو بالعربية، وكذلك سأحتاج إلى ترجمة بعض الكلمات، ترجمها لي إلى العربية أو من العربية إلى الأوزبكية. سألتزم بذلك تماما. إذا كان لديك أي سؤال أو طلب للترجمة في أي وقت أنا جاهز لمساعدتك. تمام، أنا أريد أن أتحدث معك باللغة العربية الفصحى. ممتاز، أنا مستعد تماما. دعنا نبدأ في أي موضوع تريده وأنا هنا لدعمك بكل ما تحتاجه. أنا أريد أن أتحدث معك بالتفاصيل عن موضوع الرياضة. بكل سرور، يمكننا التحدث عن أي جانب من جوانب الرياضة، سواء عن التمارين أو التغذية أو حتى رياضات معينة تهمك. أخبرني ما الذي يثير اهتمامك بالتحديد. أريد أن أتحدث معك عن كرة القدم. رائع جدا. كرة القدم من المواضيع الممتعة والمليئة بالتفاصيل. يمكننا مناقشة الفرق واللاعبين والبطولات والاستراتيجيات وكل ما يتعلق بها. ما الذي تود التركيز عليه بالتحديد؟ أنا أريد أن أتعلم كيفية لعب كرة القدم. ممتاز. يمكننا التحدث عن أساسيات اللعب مثل التحكم بالكرة والتمرير والتسديد، بالإضافة إلى التمارين التي تساعدك على تحسين لياقتك ومهاراتك. أخبرني من أين تريد أن نبدأ وسأكون سعيدا بمساعدتك. هل أحتاج إلى فريق كبير كي ألعب كرة القدم؟ هل أحتاج إلى فريق كبير لكي ألعب كرة القدم؟ نعم، هل أنا أحتاج إلى فريق كبير كي ألعب كرة القدم؟ في الحقيقة ليس من الضروري أن يكون لديك فريق كبير للبدء. يمكنك التدرب بشكل فردي ثم المشاركة في فرق صغيرة أو فرق هواة، ومع الوقت ستكتسب المهارات والخبرة. طيب، هل رياضة أو لعبة كرة القدم مشهورة في أوزبكستان أم لا؟ هل كرة القدم مشهورة في أوزبكستان أم لا؟ نعم. بالتأكيد كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة في أوزبكستان ولديها قاعدة جماهيرية واسعة، بالإضافة إلى وجود دوري محلي قوي والعديد من الأندية التي تشارك في المسابقات القارية.
طيب أنا أريد أن أشاركك قصة يومي، ماذا حدث معي اليوم. هل يمكن؟ بالتأكيد، أنا مستعد للاستماع إليك في أي وقت. شاركني قصتك وسأكون سعيدا جدا بسماع ما حدث معك اليوم. طيب أنا اليوم استيقظت في الساعة 8، ثم غسلت وجهي ويدي، ثم لبست ملابسي وخرجت إلى المطبخ وشربت القهوة مع والدتي، وتحدثنا معها عن أسرتنا وعن كل شيء يتعلق بالأسرة. وثم كان لدي موعد مع صديقي وسافرت إلى المدينة المجاورة إلى مدينتي بالقطار، وثم التقينا مع صديقي وقضينا معه ساعة كاملة نتحدث عن طفولتنا ونحن نشرب الشاي. ما أجمل هذا اليوم، يبدو أنه كان مليئا باللحظات الجميلة والتواصل الدافئ مع العائلة والأصدقاء. يسعدني حقا سماع تفاصيل يومك، وأتمنى أن تستمر هذه اللحظات الجميلة في حياتك. Xo'p, qanaqadir savolimiz bo'lsa, misol uchun arab tilida bilmasak, qaysidir so'zni yoki teskarisi, ya'ni arab tilida bu aytgan so'zni o'zbek tilida bilmasak, so'rashimiz mumkin. آه، ترجم لي كلمة تواصل إلى الأوزبكية. محادلة. ترجم لي كلمة تواصل إلى الأوزبكية. التواصل. ترجمها إلى الأوزبكية. أني أوزبك تلقى ترجمة كلين. ترجم كلمة تواصل إلى اللغة الأوزبكية. تلقوت سوزني أوزبك تلقى ترجمة كلين. ما هو التواصل بالأوزبكية؟ تلقوت نما. تواصل ما هو بالأوزبكية؟ تلقوت بو أوزبك تلقى نما. تمام. shunaqa muammolar bo'lib qolishi mumkin, chunki bu حسنا، أنا مستعد دائما لأي طلب أو أي سؤال آخر. إذا احتجت شيئا فلا تتردد في إخباري. shunaqa muammolar ham bo'lib qolishi mumkin, chunki baribir bu tekin nusxasi, tekin versiyasi. Shu sababdan agarda imkoninglar bo'ladigan bo'lsa, pulli versiyasini sotib oladigan bo'lsanglar, bu juda ham foydali bo'ladi sizlar uchun, arab tilinglar uchun. Lekin tekin versiyasidan ham to'liq foydalansa bo'ladi. Bir xillada shunaqa savollaringizga tushunmay qolishi mumkin. Lekin umuman olganda shu ko'rinishda sun'iy intellekt bilan so'zlashuv qilib, suhbat qilib, kuniga bir 10-15 daqiqa agar ajratadigan bo'lsangiz, 1 oy, 2 oy ichida natijalarini ko'rasiz. Va videomiz shundan iborat edi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Bunaqa videolar hali juda ham ko'p bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha assalomu alaykum.